صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم كله خير، صباحكم كله تفاؤل وأمل وحب. ما يلا نصلي بينا على الرسول. صباحكم كله رغاوي وغسيل سجاجيب بقى، والدنيا بقى ايه في قلب ممعمعة في قلب السقعة. والله جميلة جميلة، وانتي بتعملي كده تحسي بدفى. او يلا نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة في القناة يا ستي الكل اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ام احمد وانس، ويوم جديد وفيديو جديد، وفيديو كله كده بالحب والتفاؤل والامل، وكله يقين بالله ونعمة بالله، وكله حب كده ورضا. وبصوا هتتشجعي قوي قوي. سقعانة قومي اعملي الرغوة دي. قومي طلعي طاقتك في السجادة، في السجاجيد اللي عندك، في اي حاجة. اي حاجة عايزة تتعمل عندك ما تقوليش لا، اعملي. هتعدي الدنيا والدنيا هتبقى معاكي ايه، تحفة تحفة. زي ما انتوا شايفين كده في قلب الساعة ودعاكي وايه ورغي. خلاص انا بصوا بقى ايه، خلصت السجادة الكبيرة اهي ودخلت على المشاية الطرق. خلصت كده في السريع اهو، مسحت الأرضية. وهنخش برضو عندنا شوية غسيل هنلموهم ونشرتهم اهو، سبتهم يتصفوا. شطفتهم وسبتهم يتصفوا. وقلت اما اشيل شوية غسيل كانوا على الحبال، بدل ما النطرة تنطر عليهم ولا حاجة اهو. قومي شوفي وراكي ايه يا ست الكل. مفيش وقت للقعاد، مفيش وقت للفضيان دلوقتي. خلاص وقت ضيق علينا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم سعيدين وبخير وبهنا وسعادة ورضا وحب وكل حاجة حلوة كده ربنا تتمنيها كده في الشهر الكريم. ربنا يرضولك، ربنا يرضيكي بكل حاجة نفسك فيها في الشهر الكريم. ربنا يرضي كل حد نفسه في حاجة، ما يحرمش حد من أي حاجة، ما يحرمكيش من الضنا. وربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق يا رب. بالشهر الكريم ده يكبر بخاطر كل حد نفسه في الذرية الصالحة، وما يحرمش حد من الضنا أبدا أبدا يا رب العالمين. وتعالوا برضو ايه، خلصنا بره، لمينا حاجتنا، روقنا شقتنا. نعم، خليت معاكم الدنيا بره زي القشطة. وكان عندي بقى ايه، طبقين كده في الحوض مطرح ما انا كنت بعمل غدا وفطار كده. والمية كانت يعني انا قمت الصبح غسلت السجاد ومسحت وروقت، والمية بتقطع دلوقتي برضو عذاب عندي والله في المية. اما صدقت بقى المية جت، رحت ايه مشطبة على شوية المواعين. هتقربي من ربنا كده وانتي بتصبيني، هتستغفري ربنا كتير. والله العظيم ربنا هيرزقك وهيرضيكي وهيكبر بخاطرك. ونحاول نكبر بخاطر كل اللي حوالينا ونرضي كل اللي حوالينا. ترضي امك او ابوك او اخوك ربنا هيرضيك، هترضي حماتك او جوزك او ولادك ربنا برضه هيرضيك. ربنا هيرضيك من كل ناحية، هيرضيك بالحب والخير وهيرضيك بالرزق كده. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. وروتين خفيف قوي قوي، وروتين بيشجع كده. اه والله العظيم هتقومي تعملي حاجتك هيشجعك. أي يعني بلاش يعني لو ماسكه تليفون طول النهار، لا اركنيه على جنب، خلصي اللي وراكي وبعد كده شوفي التليفون. نشوف ولادنا عايزين ايه، نشوف طلبات ولادنا عايزين ايه. نشوف يعني لو وراكي مشوار مستعجلة حاجة، لا قومي بدري شوية خلصي اللي وراكي واعمليه. وبعد كده انزلي مشوارك، هتيجي تلاقي ايه نفسك مرتاحة. هتظبطي دنيتك، هتظبطي امورك، هتشوفي وراكي ايه، مش هتتعبي. يعني هتروحي مشوارك وتيجي هتبقي قاعدة 100 فل و100 10. خلاص انا كنت عملت كل ده قبل ما اروح مشواري. كنت رايحة مشوار، رحت مشواري الحمد لله وجيت كنت مخلصة حاجتي والحمد لله. وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة رمضان كريم علينا وعليكم. ويا ربي كده يديم علينا النعمة والستر والصحة. وحاولي يا ست الكل شاهدي الفيديو من الأول للآخر والله يعجبك حتى لو 5 دقايق. إن شاء الله هنستفاد من بعضينا. وأنا بقى أهو بصوا بقى المية بقى إيه بخار جميلة سخنة. ومشجعيني اللي أنا أصبن، مشجعيني اللي أنا أروق، مشجعيني اللي أنا أقوم ورايا أشوف ورايا إيه. مش مكسلة بصراحة. اه وكان طبقين بسيطة قوي في الحوض وخلصت كل اللي ورايا اهو. وشايفين
روتين جميل ونقرب بقى كده. أو بصوا بقى المية مبخرة وجميلة، بصوا مش عايزة اشيل ايدي منها. يلا الحمد لله على كل حال، ربنا يرضيكم ويرضينا يا رب ويكبر بخاطركم. وهنشاهد بقى الفيديو مع بعضينا كده من الأول للآخر، يا ست الكل هيعجبك حتى لو تستفادي منه ب5 دقايق. خلاص أنا بقى ايه، أنس كان لسه جاي من درسه وأنا رحت مشواري ورجعت بقى ايه، عملت لهم غدا بس أنا ما صورتهوش. كنت عاملة كشري وحاجة سهلة كده وسريعة وكل ولادنا وأطفالنا بيحبوها. خلاص يا ست الكل، خلاص يا بنات، ونحاول اليومين دول وقت ايه زنقة، وكل سنة وانتم طيبين وان شاء الله كل حد بقى قولولي بقى هتفطروا فين أول يوم. اللي هيفطر عند مامته واللي هيفطر عند حماته واللي هيفطر عند حماه واللي هيفطر عند اخوه. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وهنا، ويا رب ما يقطع لكم عادة، وربنا كده يرضيكم وربنا نعم، ربنا كده ما يقطع لكم عيدة، ودايما كل حد منور اهله ومنور اخواته ومنور حماته. وبقول لكم اهلا وسهلا بيكم، انا نورت معاكم اهو يا بنات، اهو يا ستي. خلاص بقى يا بنات، شطبنا بقى المطبخ بتاعنا اهو ونروح مشوارنا. واحلى اجواء بقى اجواء رمضان واجواء صلاة التراويح، وحلوة قوي قوي وانتي رايحة تصلي التراويح. مروان ابني بقى دخل عليا بالعيش، انا بقى ايه يعني لما بحتاج حاجة وبتزنق ببعت ولادي، ربنا يخليهم وما تحرمش منهم، وربنا يخلي كل ام واب كده شقين على عياله يا رب. ربنا يكبركم بخاطركم وربنا يسعدكم في ولادكم وتشوفوا احسن الصالحين يا رب العالمين. انا مروان ده عندي حتة كده قطعة من قلبي، ده مروان ده ركن تاني وعشق تاني، مروان ابني ده ربنا يخليه ويبارك لي فيه يا رب هو واخواته. والحمد لله على كل حال، وربنا يكبر بخاطرنا كده. أو بصوا بقى الرغوة الجميلة دي مشجعين المية تحفة تحفة، وحاجة كده مش عايزة اقول لكم ايه فوق الروعة. وده كده ده روتين ست البيت اللي هي ايه مهتمة بولادها، مهتمة ببيتها، منظمة بيتها ومنظمة وقتها ومخلي بالها من ولادها. هتشجعي نفسك وهتدي نفسك طاقة وبغور كده وانت واقفة، وكده هتبقي نشيطة وهتبقي سعيدة وانت بتعملي، وبالحب والتفاؤل والأمل أو وبالرضا. بصوا هتعملي حاجتك في ثانية إلا ثانية، وهتبقي واقفة مبسوطة وهتبقي نفسيتك مرتاحة طول ما انت حاجتك نضيفة وشقتك نضيفة. انت عامة عن نفسك هتبقي مرتاحة وقاعدة مرتاحة، متبهين لولادنا، متبهين ورانا دروس ورانا مذاكرة، ورانا حد عايز يراجع معاكي، ننتبه لولادنا زي حالتنا. بس هي الأيام دي أيام ضيقة وإن شاء الله هتعدي، وكل سنة وانتم طيبين وأهلي وأحبابي وصحابي وجميع الدول العربية بخير. ويا رب رمضان يجي علينا كده ولا فاقدين ولا مفقودين، وبالخير وبالستر والصحة والسلامة. وشكرا أوي أوي لمتابعتكم ليا، وما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة، وكل اللي يشاهد لي الفيديو ما تحرمش منه يا رب. وربنا يبارك لكم كده دايما تاج على راسي من فوق. انا خلصت، حطيت بقى الفوطه الجميله دي، وهمسك بقى كوبايه كده اشطف بيها الحنفيه بعد ما خلصت كده، بخلي حاجتي وانا واقفه كده منوره كده شمعه. ومع السلامه.